السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم هاد الزعلوك اللي غادي ندير. أنا كندير الدنجال المشوي، كنشويه على هاد الطريقة غير في البوطة. من الأحسن تحيدوا له القشرة ديالو ما حدو باقي سخون، لأن إلا برد كتلصق عليه ديك القشرة ديالو. هنا عندي مطيشة والثومة، كنضيف عليهم العطرية، الكمون والملحة والتحميرة. صافي كنخلي المطيشة والثومة والعطرية حتى كيتشحروا ليا مزيان. وإلا بغيتي تضيفي عليهم شي معلقة ديال الحك مطيشة ماشي مشكل، واخا تضيفيها كتجي زوينة وبنينة. حتى أنا راني ضفت واحد المعلقة. هنا كنقطع الدنجال ديالي، أنا قطعته على طريقة طويلة، وانتي قطعيه بالطريقة اللي بغيتي. أنا مكنبغيش يكون رطقطق مزيان، كيعجبني بحال هكدا كيجي زوين. صافي كنبقى نحرك حتى كيتجانس مع مطيشة، كنخليه يتشحر مزيان تدخل فيه ديك العطرية، حيتاش هو راه مشوي دغيا كيكون واجد. صافي من بعد كنضيف عليه القزبر والمعدنوس وكنخليه يتشحر معاهم. هنا غادي نشوي شوية فلفلة، وغادي نقطعها على شكل هذا مربعات. صافي وغادي نديرها نقدمها باردة شلاضة. غادي نضيف عليها مطيشة ونضيف عليها بزالة. صافي زدت عليها الملحة، وغادي نزيد عليها الكمون، وغادي نزيد الخل عادي، الخل اللي كنديرو حنايا عادي. غنزيد عليها، انا ما عطيتكمش القياس لان كل واحد كيدير على قد على قد داكشي اللي عنده. صافي كنزيد زيت المائدة، صافي كتحركيهم مزيان وكتحطيهم. كنتمنى اللي كيشوف هذا الفيديو هذا ما تنساوش ديروا الاشتراك وديروا جيم الا عجبكم الفيديو. هاد الشلاضه ديالي كنقدمها مع الحوت. انا هنايا عندي الشرن، ديما كندير معكم غير الشرن. انا عندي الشرن قليته، من بعد ما قليته قدمته على هاد الطريقه هذه مع الشلاضه.